السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. 13 رمضان، يا رب علينا وعليكم بخير يا رب. آه الأهلي لعب الهلال السوداني من 3 أيام، وطلب من الداخلية إن هي تسمح له بدخول مشاهدين ومتفرجين للاستاد، وسمحت له ب50,000. بس الحكاية خلصت على كده. الحكاية ما بين الأهلي والهلال ووزارة الداخلية، دي أطراف الموضوع. هل يا جماعة الزمالك ليه دور في الموضوع ده؟ لا، الزمالك ملوش علاقة بالقصة دي خالص، مش بتاعته ومش قصته. اهلي هلال، ملعب باستاد القاهرة، الداخلية، القصة كلها ملهاش علاقة بالزمالك. طيب انت على قناة الزمالك شغال بتهري في الموضوع ده ليه؟ يعني انت كل كلامك عن الموضوع ده ليه؟ كابتن خالد مستضيف 2، الاهلي جاب جمهوره، الاهلي بيحاول يستفز الزمالك، الاهلي مش عارف ايه. انت ايه علاقتك بالقصة؟ بس كده السؤال، انت ايه علاقتك بالقصة؟ مالك انت بالليلة دي كلها؟ لا انت طرف هنا ولا انت طرف هنا ولا حاجة. ايه مشكلتك؟ يعني ايه مشكلتك؟ طيب دي اول نقطة. النقطة التانية، استضافت انت إدارة الهلال السوداني بكيفك، بس انت جايبهم هم جايين للأهلي، انت فهمتني؟ وبتحط ايدك في ايديهم وهم جايين للأهلي، والمفترض ان الوضع مش احسن حاجة، وحطت ايدك في ايديهم بكيفك وبمزاجك، ما فيش مشكلة. بس خد بالك ان انت دخلت طرف في موضوع انت مالكش فيه، وبالطالب الاهلي ما يتدخلش. هو الاهلي ما يتدخلش مبدئيا، بس انت دايما حاشر نفسك في كل حاجه تخص الاهلي، وبترجع تقول سيبونا في حالنا، مالكوش علاقه بينا. انت افتح قناه الزمالك، كل الكلام عن الاهلي من اول كاس العالم، ولا عفوا المنتخب الكبير السنه اللي قبل اللي فاتت، لما كان الاهلي رايح كاس العالم، وقال لك ازاي ما ياخدوش لعيبه الاهلي، وخدوا لعيبه الاهلي، والاهلي اتدربك ساعتها في كاس العالم بسبب ان قناه الزمالك كانت بتتكلم في القصه دي. مش قصته حكى فيها برضه، الجمهور بتاع الاهلي بيتكلم فيه، صفقات الاهلي اللي ملهاش لازمه، وهدر المال العام، كل كلام الزمالك عن الاهلي. ولما نيجي هنرد يقول لك لو سمحت ما تتكلمش عنه، ما تجيبش سيره الزمالك. انا مش هينفع اشغل بالي بيك، عشان انا فارق عنك شويه، يعني مش شاغل بالي بيك، بس لما ارد عليك ما يبقاش كده بقى يا جماعه، ما يبقاش كده. يعني بجد الموضوع يعني يجيب جنان. اللي يتابع القناه ال 24 ساعه قاعدين يتكلموا عن الاهلي، ولما حد زي مثلا زي المهندس عادل القيعي ولا الاستاذ ابراهيم المنيسي يطلع يرد على الكابتن كذا، الكابتن كذا يطلع يقول له ما تجيبش سيره الزمالك وما تجيبش سيرتي. طب ما انت يا ابن الحلال انا برد عليك انت، يعني ايه الدماغ المتكلفه دي؟ يعني ليه الشغلانه بتاعتكوا دي يا جماعه؟ مش هينفع كده. انت عايز تطلع تتكلم عن البطوله الافريقيه، اطلع قول والله انا رحت من شباب بوليسداد ادوني فوق دماغي، بعد كده رحت للترجي طلعوني، وانا عندي اخطاء ولازم اصلحها وهجيب لعيب. اتكلم زي ما انت عايز عن بطولتك وعن طريقتك وعن لعيبتك، بكيفك بكيفك. لكن بلاش الاهلي، بلاش الأهلي. يعني مش بلاش. هو انت مش هتنفعني ولا هتضرني، بالعكس انت بتعمل لي بروباجندا. يعني انت اساسا لما بتطلع تتكلم عندي وكلمه اهلي تيجي في الفيديو دي، بتعمل لي انا كاهلي بروباجندا. انت بتصيطني. رجاء يا جماعه، يعني بجد الدماغ كده متعبه، اللي يتابع القناه دي يتعب. لا اما لو مش مشغلين حاجه عن الاهلي يجيبوا لك ماتش الاهلي والزمالك، والزمالك مثلا انا مش عارف من قيمه يومين كانوا جايبين لك ماتش الاهلي والزمالك بتاع ايمن منصور بتاع كاس السوبر اللي كان في جنوب افريقيا. لا 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 يا جماعه، حاولوا تفكروا خطوه سابقه. يعني خلاص مثلا الاهلي دايما سابقكم، فانتوا راح كلم الداخليه قبليكوا وخد جماهير. يعني حاولوا انتوا تعملوا حاجه جديده بسرعه. يعني الاهلي دايما سابقكم بخطوه، فانت بدل ما تحاول تسبق، لا انت بتتكلم عن الخطوه اللي خدها. حاول تعدل من نفسك. الحق مثلا دلوقتي، ادي بنصحك، حط زينه رمضان بسرعه، اسبق الاهلي وعلق زينه رمضان على باب الزمالك. خد خطوه قبل ما الاهلي ياخدها، وانسى الاهلي وخلينا في حالنا. وكل سنه وانتم طيبين.